اتجاه محمد عزيز كتضيع الكره، اصبح مرتد هجومي لفائده فريق حسنيه اكادير من الجهه اليمنى، وهدف اول لفائده فريق حسنيه اكادير. يعني هنا تقطعت الكره، عبد الحفيظ ليركي بالفعل انطلق في الجهه اليمنى، عبد الحفيظ ليركي كيمرر وبدر بانون هو اللي وضع الكره، بدر بانون يضع الكره بالخطا، وبالتالي هدف اول لفائده فريق حسنيه اكادير. كان بامكانه انه يمرر في اتجاه الحسن اخميس، الحسن اخميس كتوصلوا الكره، ما كاينش هناك تسلل، كيمرر عند مولى برابح التمريره، وعدنان الوردي يضع الكره في الشباك من الجوله الثانيه، تودي هدف التعادل لفائده فريق النهضه البركانيه. كانت تمريره جميله، وكذلك الخروج ديال عدنان الوردي في التوقيت والمكان المناسبين، واكيد هذا هو المهاجم اللي يمكن نقول بانه كيشم الريحه ينفذ. كتلعب الكره دائريه راسيه، الحكم شنو كيقول؟ الحكم المساعد رافع الرايه، وهناك ضربه جزاء، ضربه جزاء لفائده فريق حسنيه اكادير، وبالتالي قرر رجع تنفيذ. لاحظوا مره اخرى كره تمريره، يعني كان صعود ديال كوليبالي، واكيد كتبان لكم اليد. لاحظوا يعني كوليبالي داخل المستطيل، عبد الحفيظ ليركي وبكل هدوء كيوضع الكره في الجهه اليسرى.